كان معانا النهارده شاب 20 سنة كان بيلعب كورة وقع على رجله وعملنا إصلاح للقطع بتاع الغضروف. قطع مش كل قطع الغضروف بنشيل الجزء المقطوع على حسب مكان القطع وعلى حسب بقاله قد إيه وعمر المريض. دي كلها حاجات بتفرق في اتخاذ القرار بتاع هنعمل إيه في الغضروف المقطوع. في الحالة بتاعتنا القطع كان قريب من الكبسولة بتاعة المفصل، حافظنا الحمد لله على الغضروف ما شلناهوش وعملنا إصلاح للقطع بغرز عادية عشان كان في مكان يعني قدرنا ان احنا نصلحه بالغرز العادية. لو شلنا الغضروف الهلالي ده بيسرع معدل الخشونة في المريض، بيحصل اسرع. الاحتياطات بتاعة المريض اللي عمل اصلاح للغضروف: اول حاجة ما فيش تاني للركبة اكتر من 90 درجة، التحميل يكون جزئي بالعكاكيز لمدة 45 يوم لحين التئام القطع. تمارين تقوية العضلة الرباعية الأمامية دي بنبدأها عادي من أول يوم إن شاء الله. الحمد لله مش قاطع جديد ومش مفصول من الكبسولة تماما. ما شلناش منه أجزاء، حافظنا عليه وخدنا غرزة عشان نلم القطع ده نرجعه تاني مكانه. الإصلاح بتاع الغضروف بيبقى ليه شوية محاذير، هنمشي من بكرة على رجلين عادي بالعكاكيز، تاني الركبة ما يزيدش عن 90 درجة. الكلام ده لمدة 45 يوم لحد ما يلتئم الغضروف إن شاء الله. احنا حافظنا لك على الغضروف بتاعك زي ما خلق ربنا إن شاء الله.